احمد شوبير اشك ان هو بكامل قواه العقليه. هل شوبير طبيعي انه يستضيف شخص قال عليه حرامي وطبعا هيلمع فيه ويبالغ في مدحه؟ هل احمد شوبير مش من ضمن الاهلاويه اللي والدتهم شتموا؟ هو حاجه من الاتنين ملهاش تالت، يا اما شوبير زي ما قال عليه امام حرامي، يا اما شخص مختل لانه لا يميز بين ما يصلح ولا يصلح. وطبعا شوبير مش هيقدر يقول لامام ايه حكايه عقوبه ال 12 ماتش مع الزمالك عشان امام عاشور كان قال عليه حرامي في فيديو مصور صوت وصوره. وشوبير كان في نفس الوقت بيهاجمه وبيطالب ان هو يتوقف وبيتكلم عن المبادئ والقيم دلوقتي الاتنين على قناة الاهلي، وربنا يديم ما بيننا الاونطة. اي حد سوي نفسيا مش هيستضيف حد اهانه الا لو كانت الاهانة دي حقيقية او هو شخص غير سوي. في الاخير ما اظنش ان مكايدة الزملكاوية اغلى بالنسبة لهم من الاهانة، والا كده يبقى كلهم محتاجين يروحوا مستشفى العباسية. وفكرة ان امام عاشور يطلع على قناة الاهلي ويحاول يكذب ويدلس بكل السبل انه كان متمسك بالزمالك لاخر لحظة وان الزمالك هو اللي رماه وبعدين راح الاهلي في الاخر، ده له تفسيرين. الاول انك كاهلاوي لما تشوف الكلام ده وتدرك ان النجم بتاعك ما فضلكش الا لما غريمك قفل بابه في وشه، دي المفروض حاجه ما تبسطش الجماهير لان ما اختارش الاهلي ولكن اتفرض عليه. دي نقطه. التانية ان ضغوطات جمهور الزمالك على اللاعب عامله له صداع جامد لدرجه ان هو بيحاول يبرر لاخر لحظه انه ما خانش جماهير الزمالك.